غريبة الردة، ما هي غريبة السيف ينسى حتى، ما هي غريبة الغارة، ما هي غريبة يشمونين وكبارة. ثانيات لجان التنسيق والبوليس بالذهب يكرموها. هذه تونس لأني مانيش باش نحكي برجع على قضية الطلبة، لأن قد ما سالت القضايا في البلاد الكل حبت وكتبت ملايين بتاع صفحات. قضية سوسة من 2007 والناس تكتب والناس تتحدث. أما الحاجة اللي نحب نحكي عليها السير في البلاد، السير في تونس، لأن أمس أو اللي تامت وثلاثة أيام التالي على خطى الشهداء وعلى خطى الأحرار تم شكون حرق روحه في بوزيد، وسائل الإعلام الرسمية والجرايد المأجورة واش تقول؟ انتحار على قريعة الطريق، وبعض النفوس الخبيثة تتاجر بالقضية. ونساو محمد بوعزيزي أستاذ العربية علاش مات؟ وشنو السبب اللي مات عليه؟ لأن إذا كانوا رشيد وإذا كانوا عبودة وإذا كانوا فوزي وإذا كانوا وائل و19 طالب اليوم في المحكمة على خاطرهم جاعوا كلاو محمد بوزيدي، عفوا محمد بوعزيزي حرق روحه على خاطر قتلته البطالة وعلى خاطره عنده شهادة تاع أستاذية وبقى بطال يبيع في الخضرة ويبيع في الغلة في الشارع. لكن النظام الكونفدرالي، النظام السمسار، النظام اللي باع البلاد، النظام اللي بعث الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 95، النظام اللي بعث 5 زائد 5، النظام اللي بعث قمة المعلومات، النظام اللي باع اللاس، النظام اللي باع ريانا، النظام اللي باع الفيفا، النظام اللي باع الزيت، النظام اللي باع صحراء تطاوين منطقة للنفايات النووية الأمريكية. اليوم قاعد يبيع في أولاد الشعب، قاعد يفكر فيهم وكيفاش واخر صرعة شنية. الرئيس الموقر نهار 7 نوفمبر يلغي الشيكات بدون رصيد اللي سبقت 6 نوفمبر 2010. وشنو البديل؟ دبوس غاز من 7500 تولي حاجة 7800. باكل حليب بدينار و70، كيلو السكر بدينار و120، حط الطماطم ب900، لتر الصوص ب1800، لتر المنزوت ب1100. وصدقوني وشرفي وقسما بالشهداء 2014 اخر المده الرئاسيه المتولوا تشروا في الاكسجين في دبابه البلاستيك. لان النظام اللي بقى على دستورنا من 56 او يسرق او يبيع او يهز او ينهب. ونزيد نقول وينك ونحن في سوسة. وخلينا نحكي شوية على سوسة. أولاد سوسة ايش باش مربوطين؟ العالم مربوط بالاقتصاد وبالسياسة وبالنظري وبالايديولوجي. في سوسة مربوطين بالطقس. وقت اللي يجي الصيف في السيزون أولاد سوسة يخدموا التوريزم. وقت اللي تمصر وتشتي أولاد تونس واش يعملوا؟ يدخلوهم الحبوسات على خاطر الفايكيزون اللي بيعطيه عصمة طرابلسي، وعلى خاطر الزفلة اللي دخل فيها قيس بن عليه، وعلى خاطر هذه تونس الجنوب أولاد الرزيف. وقت اللي تكلموا أولادهم العرايس، وقت اللي تكلموا أولاد المزيلة، وقت اللي تكلموا عليش؟ على خاطر الفوسفات اللي خرجوا فيه من المناجم يهزوا فين الامريكان والفرنسيس، يصنعوا به في اليورانيوم ويدمروا به في فلسطين ويدمروا به في العراق ويدمروا به في افغانستان والباكستان. واولاد الرزيف اش يربحوا كان الكونسير، يربحوا كان الموت، يربحوا كان الهم. اولاد الساحل بلاد الزيتون
بلاد الزيت، وينك يا زيتون الساحل؟ ديما مسكت ديما راحل، سكت لامريكا تستاهل، خليها الشعب المغبون. وينك يا مصطفى المينا؟ سكت رحل في المشينة، وانت عارف وين هزينا، وحتى فلوسها عند شكون؟ فلوسها في البرازيل. رونالدو وقت اللي سالوه قالوا له عندك صرف في البرازيل، عليك فرحان بيه، قالهم على خاطر مقابل اختار رئيس الجمهورية بتاع تونس. ثم سجين سياسي سابق سألوه قالوا له شنو هو الفرق ما بين اللي يسرق في الليل واللي يسرق في النهار؟ قال سارق العجل مذموم ومحتقر، وسارق الشعب بالكرسي مستتر. ايه البلاد؟ يا الناظل يلي متت بس الناظل، يا نبيل يلي سال دمك باش يكونوا حرار، يا تخباجي يا ثوار يا فلاكة يا زرمدين يا ورزانين يا قروان يا مكسر يا جعفور يا بنزر يا مدنين. هاي الشعب السير فيه، هاي تونس السير فيها. وصدقوني قبل ما نختم شو نقول كلمة نظم حكمك يقول إذا لم أحترق أنا وإذا لم تحترق أنت فمن ذا الذي سينور لنا الطريق؟ قد احترق محمد بوعزيزي فعدوا الأنهج والشوارع حتى نوصل النظام إلى هوته ضد النظام الكونفدرالي العميل السمسار اللي باع البلاد واللي باع العباد. وأكيد لأن النظام العميل البوليسي وانتم تشوفوا واحد اثنين ثلاثة أربعة كده تريد صوتنا كتير ما يحسبهمش. علاش؟ لأن ثم ناس مواطنين في بالهم البوليس يحمي فينا. البوليس عنده قيمة عنده مهمة واحدة في البلاد، يحمي في مشاريع السمسارة. شاد خليج الملايكة في القنطاوي يحمي في ملك حشيشة، شاد حنبع الفارق في القنطاوي، وشاد ملك بن عياش وكرتاجان في الحمامات. البوليس شاد ملك الملوني في صفاقس. البوليس شاد ملك كبار ملاكي العقارات في السليانة وفي الكيف وفي جندوبة. البوليس يحمي في الناس اللي قاعدة تسرق في ثروات البلاد وتحط فيها في بنوك سويسرا وفي جنيف وتحط فيها في البنوك العالمية. وانت تعرف وانا نعرف ويلزم من دزان النحل. انت تعرف وانا نعرف ويلزم من دزان النحل. سمى كلمة واحدة في الاخر. صحيح عندكم الداخلية، صحيح عندكم السجون، صحيح القضاء بتاعكم، صحيح كل شيء بتاعكم، وتضحك يضحكهم عليك عاري ولابس لابس جهنم. عندكم كل شيء تملكوه ونحن نملكوا حاجة واحدة، المبدأ والرجولية. انتم ونحن القاضي قلنا هالنهار 1 ديسمبر ونعودوا هالو اليوم. جيت انزل يا قاضي راكي تأجل في اعدامك. ختاما شكرا لابناء شعب الكادح، شكرا للعمال، شكرا للفلاحين، شكرا للموظفين المعدمين، شكرا للفقراء. دمتم للنضال، تصبحون على وطن اجمل وتصبحون على طلقات البارود حتى نحرر هذه الارض من شمالها الى جنوب.